من أخطر الأمراض التي يدخل بها الشيطان على الإنسان فتكون سبب في فتوره عن العبادة وضعفه في الطاعة وقلة في إيمانه، ألا وهي طول الأمل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يدخل عليه طول الأمل فيفتر الإنسان العبادة، يظن أنه سيعيش أبدا، وأن السنين مديدة، وأن رمضانات كثيرة، وأنه لن يموت إلا آخر الناس. وإذا سمع أن فلانا مات قال رحمه الله، كان إنسان جيد وكان كذا، ولا يتذكر نفسه أنه هو سيرحل أيضا قريبا. فالشيطان توعد، قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم. توعد أن يدخل علينا طول الأمل حتى يصيبنا الفتور والضعف في العبادة والضعف في الإيمان. قال ابن القيم في هذه الآية، قال أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. هكذا الشيطان، وهذا ما نرى يا أخوة كيف الشيطان يدخل على العقول والقلوب بطول الأمل في البقاء في الدنيا حتى يضلهم عن سبيل الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفي قول ابن عمر رضي الله عنه قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كما عند البخاري رحمه الله. لذلك قال الإمام ابن الجوزي طول الأمل ما من آفة أعظم منه. ومن صفات اليهود أنهم يحبون الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، عندهم طول أمل، لذلك كفروا وكذبوا وعلموا ولم يعملوا. ومن أسباب طول الأمل هو حب الدنيا. فلذلك يا أخواني ننزع حب الدنيا من قلوبنا، لنعلم أنها دنيا فانية هي التي سنحاسب عليها، وهي التي سيكون كل ما عملنا فيها حجة علينا إذا كان ذنوبا، وحجة لنا إذا كان عملا صالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تدخل عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.